تسلم ايدك على الغدا النهارده، والله كان جميل. هتاكلينا ايه حلو بقى النهارده؟ جايبه لك هريسه بقى من امم عند حلواني، اشهر حلواني في اسكندريه. بموت في الهريسه، انا بحب الهريسه قوي. تحفه تحفه. مال جميله شكلها عامل جدا. كده ليه؟ مالها في ايه؟ زي الفل. دي جميله جدا. ده الحلواني ده اشهر حلواني بقول. وحاجته ممتازه، وكان الزحمه عليه كتير جدا النهارده والله عشان الهريسه. عشان دي؟ يعني كان عشان دي؟ عشان دي. ده انت عارف. دي ده كامله ليه كده؟ عادي عشان الشتا بس والسقعه. الشتا انت مش عارف انتي مسخناها؟ اه. هي مش هي، ما هي سخنه اهي، ده هي كده طريه. كده طريه؟ ايوه. امم ده هي كده طريه وسخنه. وسخنه. طب لو انا هجيبها وهاكلها بره اعمل فيها ايه؟ لا ما تاكلهاش، هي لازم الشروط علشان تاكلها لازم تروح البيت وتسخنها وتاكلها على طول، انما تاكلها في الشارع مش هينفع. اه اه. طب خلاص بقى، انا هبقى اكلها لما اروح بقى. ما انت في البيت اهو، ما انا جايباها لك اهو حلوه. ايه ده، انا في البيت صحيح. طب ما هي السخونيه برضه ما عملتش فيها حاجه، ما هي لسه ناشفه هي برضه. كده طريه انت. يعني هي كده طريه؟ ايوه انت مش شفتها شويه ناشفه، ده وهي ناشفه ممكن ما تجربها وترد تتاكلش. لك تاني. يعني هي ما تتاكلش غير في البيت وكده طريه؟ ما هي السمنه بقى اللي معموله بيها بتخليها كده. مش على العموم. بكام دي؟ نعم. بكام؟ ايوه ما انا بص، ما انا هقول لك. ايوه. فيها هقول لك، يبقى فيها مصيبه. انا هفهمك. اه انا رحت اصلي عند الحلواني ده، لقيت في زحمه كتير جدا. وريحتها بقى حلوه بقى كده وطالعه بقى، وهو مطلع وعمال بقى يقطع كده، يقطع يقطع يقطع. لا احنا نقفل البتاع ده كده. فرحت قلت له بكام الكيلو لو سمحت. فقال لي عليها عرض وكده. عرض؟ عليها عرض. هي الهريسه كمان بقى بيتعمل عليها عرض؟ امال ايه؟ بسم الله ما شاء الله. ب 80 جنيه. بايه؟ ب 80 جنيه. ب 80 جنيه؟ ايوه. انت عارفه اخر مره انا جبت هريسه كانت بكام؟ بكام؟ كانت ب 20 جنيه الكيلو. ده كان زمان قبل الدولار. الدولار برضو؟ ده قوام الجنيه. الدولار كمان دخل في الهريسه؟ ايوه. لا حول ولا قوه. الدولار ده مش سايب حاجه خالص في البلد. سمنه وسكر وزيت وحاجات ودقيق، وبعدين يبقى ب 80 جنيه. ايوه، ومع سمنه فلاحي. سمنه فلاحي ب 80 جنيه؟ ايوه. لا اله الا الله. وبقول لك حوالي مشهوره قوي. مشهوره قوي قوي قوي. ب 80 جنيه. ها ما تجيبيش منه تاني. ليه؟ اول حاجه اجيب كوبايه سكر، نص كوبايه سمنه، ونص كوبايه لبن، كلهم يكونوا دافيين. هنقلب كله مع بعضه لحد ما السكر يدوب. طبعا لو عندكم زبده مكان السمنه مفيش اي مشكله، بس الافضل تكون سمنه بلدي. هبدا انزل بكوبايتين دقيق سميد، هبدا اقلب. هزود عليها معلقه كريمه او قشطه، انا بحب عليها رشه فانيليا خفيفه خالص. وهنزل بربع كوبايه جوز هند. هو ده القوام المثالي. هبدا اجيب الصينيه بتاعتي مقاس 23 او 22، هنزل بحته سمنه وادهن بيها الصينيه، واكون مشغل الفرن قبلها ب10 دقايق. هبدا انزل بالخليط بتاعي، وهنبدا نساوي الخليط في الصينيه علشان يبقى كلها مستوى واحد بالشكل ده. هنقسمها تقسيمه خفيفه، وممكن نزينها باي نوع مكسرات عندكم. وبس كده. هندخلها الفرن لمده نص ساعه على حراره 180. بعد ربع ساعة هنبدأ نجهز الشربات بتاعنا. هننزل كوباية سكر وكوباية مية وعصير نص ليمونة اللي موجود في باب التلاجة، شوية فانيليا، وهنقلب لحد ما كل حاجة تدوب، وهنسيبها تغلي لمدة 5 دقايق. وبعد ما نطفي عليها هننزل بمعلقة جلوكوز ونص معلقة سمنة بلدي. بعد 25 دقيقة بالظبط طفيت الفرن وشغلت الشواية لمدة 5 دقايق، وده الشكل النهائي. هكمل التقطيع بتاعها للآخر، وهننزل عليها بالشربات سخن. هنغطيها ونسيبها تشرب الشربات وتبرد خالص، وده الشكل النهائي. شكلها ايه؟ مرمل وحاجة تتاكل اكل. انا بحب الحروف تبقى محرمشة قوي كده، تبقى فيها قرمشة كده يا سلام. بصوا الجمال
بصوا الجمال. ايه ده بس، ايه ده، ايه ده يا سيدي. نبدأ ندوق. بسم الله. تحفة بكل المقاييس. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت، واشوفكم في فيديو جديد.